السلام عليكم واهلا بكم في قناة بيبا كورنر. فيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله راح نعمل احلى وانجح كيكة الخوخ بالكراميل بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. صدقوني طعمها رائع، ننصحكم تجربوها. لكن قبل ما نتكلم على الطريقة والمقادير ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم كل جديد. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ في المقادير. اول حاجه راح نحضرها هي الكراميل. بالنسبه للكراميل محتاجين كاس من السكر، حجم الكاس هو 220 مليلتر، وضفت له 3 معالق كبار من الماء. نحط الكراميل تاعي على نار متوسطه ونخليها من غير ما نحركها في الاول. في نفس الوقت هنا راني نحضر في القالب تاعي، نحاول ندهن كل الاطراف بشويه من الزبده حتى نتاكد انه الكيك تاعي مش حيلصق لي، خصوصا انه راح نستعمل فيه الكراميل. ندهن كل القالب بهذه الطريقه بالزبده. هنا نرش عليه شويه لافارين او الطحين ونحاول نوزعه بكل بساطه بهذه الطريقه على القالب. شوفوا بهذا الشكل. طبعا نتخلص هذاك زياده، وهذا هو القالب تاعنا بعد ما حطينا له الزبده واللافارين او الطحين. وهنا بعدها راح نزيد نضيف ورق طهي علاش نحطه على شكل دائره هكا، نقطعوه ونحطه في الاسفل لانه راح نضيف الكراميل هكا باش نتاكد انه يعني الكراميل مش حتلصق لنا تحت في اسفل المول او القالب. الكراميل تاعنا كل مره نحاول نحركها بهذا الشكل حتى ما تاخذ هذاك اللون الذهبي. هنا اول ما نشوف انه الكراميل تاعنا داب تماما، شوفوا نتحصل على هذا اللون الذهبي. هنا واش نعمل؟ راح نضيف ملعقه كبيره مليانه من الزبده ونرجع نحرك بهذه الطريقه حتى الزبده تاعنا تذوب تماما بهذا الشكل. وبعدها ناخذ الكراميل ونحطها في القالب بهذه الطريقه. نحط كل كميه، وطبعا لازم ناخذ بالنا لانه كنا عارفين الكراميل سخونه. نخليها هنا على جنب ونبدا نحضر في الخوخ. بالنسبه للخوخ نحاول نقطعهم على هذا الشكل بهذه الطريقه. هذا هو تقريبا السمك تاع الخوخ. هنا محتاجين تقريبا 3 حبات. شوفوا نقطع كل كمية بنفس الطريقة. وطبعا لازم الخوخ تاعنا يكون متماسك، ما لازمش يكون طري بزاف لانه حيدخل للفرن. نعمل كل كمية بنفس الطريقة. هنا بعد ما قطعنا كل كمية الخوخ نجي نوسعها بهذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما وزعناهم في المول. نحطهم على جنب ونروح نجهز الكيكة. بالنسبة للمقادير الكيك عندنا 3 حبات بيض، نضيفوا لهم ملعقة فانيليا، وعندنا نص كاس من السكر. ما ننساش نضيفوا رشة ملح. وبعدها نبدأ نخلط السكر مع البيض بطريقة جيدة حتى نتأكد ان السكر داب تماما. ممكن تستعملوا المضرب الكهربائي، راح يكون عملي اكثر. نخلط بعد ما نخلطها بطريقة جيدة نبدأ نضيف نص كاس من الزيت
نضيفه بطريقه تدريجيه وحنا نخلط بهذا الشكل حتى نكمل كل الكميه. غنضيف علبه ياغورت او زبادي. انا استعملت هذا يعني مذاق الفانيليا، ممكن تستعملوا الياغورت ناتور اللي هو الزبادي الطبيعي. انا فضلت نستعمل بنكهه الفانيليا ونرجع نخلط ندمج بهذه الطريقه. بعدها راح نضيف كاس ونص لافارين او طحين، ونضيف معاه كيس من خميرة الحلويات او البيكنج باودر. حجم الكيس 10 غرامات. نزيد نضيف نص الكاس متبقي، يعني ضفنا كاس ونص من لافارين او الدقيق. حجم الكاس اللي استعملته هو 220 مليلتر. بهذه الطريقه ونبدا ندمجهم. امشوا على نفس المقادير وتحصلوا على عجينه كيك هايله لانها مقادير مضبوطه. وهنا راح نضيف لها مقدار ملعقه كبيره من الخل ونرجع نحرك بهذه الطريقه. وبعدها نحط كل الكميه تاع عجينه الكيك تاعي بهذه الطريقه في القالب. طبعا نكونوا مسخنين الفرن مسبقا على درجه حراره 180. ناخذ كل الكميه نحاول نسطحها ونوزع بهذا الشكل. مثل ما قلت لكم ندخلها في الفرن على درجة حرارة 180. راح تاخذ منا تقريبا 30 إلى 35 دقيقة على حسب فرن كل واحد فينا. وبعدها اول ما الكيكه تاعنا تطلع من الفرن نخليها ترتاح تقريبا 10 دقائق وناخذ سكين ونجوزو على كل الحواف حتى نكون متاكده انه الكيكه تاعنا ماهيش لاصقه في القالب. وبعدها نجيب صحن حتى نقلبها. بسم الله. بهذه الطريقه شوفوا سقط شويه يعني حبات. شوفوا شكلها رائع. ناخذ هذيك الحبات نرجعها مكانها. وهذه هي النتيجة النهائية لكيكة الخوخ بالكراميل تاعنا. صدقوني طعمها طلع رائع رائع. الكيك كان خفيف وطعم الكراميل مع الخوخ يعني حاجة يعني طعم مميز. ننصحكم تجربوها. ومثل ما شفتوا بحبتين بيض عملنا كيكة أكثر من رائعة، ويعني تنفع حتى تقدموها للضيوف تاعكم أو تفرحوا بها كل أفراد الأسرة تاعكم. أنا فيديو تاع نهار اليوم خلص، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم ومع السلامة.